أسباب فشل معظم مشاريع الكافيهات. الكافيه من أكتر المشاريع المرغوبة، مشروع سهل تنفيذه وصعب إدارته. في حد سأل سؤال على موقع كورة ليه مشاريع الكافيهات بتفشل، فجاوب عليه واحد اسمه بيتر بأسباب فشل معظم مشاريع الكافيهات، واللي بيقول إنه أسس وفتح أكتر من 20 كافيه بنفسه، وقال إن الفشل المقصود مش إن الكافيه يقفل، لكن هو فشل تجاري في إنه يحقق ربح كويس، ربح يساوي مجهود المؤسس والمدير للكافيه بمعدل أقرب لمعدلات الربح من المشاريع التجارية اللي زيه. لما تعمل مقارنة ما بين رأس المال المستثمر وساعات العمل وصافي الربح، بيع عصير الليمون في الغرب في ثقافة تجارية منتشرة قايمة على ترابيزة لبيع عصير الليمون، وده أسهل مشروع تجاري ممكن أي حد يبدأ بيه. هتختار زاوية في الطريق تكون زحمة، تنصب عليها ترابيزتك، هتحط عليها عصير الليمون اللي عملته وترص الكوبايات وتحط يافطة عليها سعرك وتستنى الزباين. الفكرة دي اتطورت شوية وبقت فكرة مشروع كافيه أو مطعم، فالموضوع يبان لك إنه سهل. الصعب في إن أعمل العصير أو الأكل. السهولة المزيفة ديت بتخلي الناس اللي ما عندهاش خبرة إنها تجرب الموضوع، والناس دي ما يعرفوش ازاي يسعروا منتجاتهم او بيخافوا من المنافسين فيقللوا اسعارهم، وبكده يا اما ما يحققوش اي ربح او يخسروا ويطلعوا من الحلبة محزومين. لكن لو عندك خبرة تجارية فمفيش مشكلة تبدأ بمشروع زي ده. مشروع الكافيه. خلينا نرجع للمثال اللي فات. لو الكافيه حقق أرباح قليلة صاحبه هيفرح بيها في البداية، وبعد كده هيبدأ يمل ويشتكي من قلة الربح قصاد المجهود اللي بيبذله، وهيبدأ يعرف الحقيقة مش ممكن يستمر من غير ما يدخر مبلغ للطوارئ. وعلشان يكبر المكان ويعمل تسويق ويحسن جودة الخدمة ويدفع رواتب أعلى، علشان يعني يشغل عمال عندهم مهارة عالية وخبرة، ويضمن إن هم مش هيسيبوه بسرعة. باختصار ممكن المشروع ينجح انه ما يخسرش، لكن ممكن يفشل انه يستمر ويتطور ويكبر. وهنا بدأ بيتر يتكلم عن اهم الاخطاء اللي بيقع فيها اللي بيأسس الكافيه، وتعالوا مع بعض نعرف ايه هي الاخطاء دي. اول خطأ: صرف الميزانية في حاجات مش هتحقق ربح. في البداية ممكن تسمع النصايح من ناس مش مؤهلين ان هم ينصحوك اصلا، فيخلوك تصرف الفلوس في حاجات مش هتزود ربحك بدل ما تصرفها على التسويق وتخليها تجربة كويسة للعملاء، وده اللي بيخلي الفلوس تنقص. في بداية أي مشروع ما تصرفش فلوس غير لما تكون متأكد إنها هترجع لك تاني وفوقيها أرباح كمان، يا إما كده يا إما هتخسر. لما تفتح مطعم وتشغل طباخ شاطر هتلاقيه بيطلب منك تشتري مطبخ غالي، ودي حاجة مفيش شك إنها مهمة، لكن الأهم منها هي تجربة زبون المطعم. من أول ما يقعد على الترابيزة ويستخدم المعلقة والشوكة ويلمس المفارش ويبص على الحيطان وياخد باله من الإضاءة ويظهر إعجابه بالخلفية الهادية وريحة المكان الجميلة ونظافة فريق العمل وفهمهم للمنيو ولطلبات العميل وأدبهم في التعامل معاه وسرعتهم في التسليم. إيه فايدة الأكل اللذيذ في مكان وحش وخدمة متأخرة وعامل مش فاهم نص كلامك وريحة كمان مش حلوة وأطباق أكل مش نظيفة؟ الخطأ التاني: عدم التخطيط. لما كافيه أو مطعم يبيع منتجاته بأسعار غالية ممكن يكون بسبب المنافسة، فده محتاج إنك تبيع آلاف الطلبات يوميا من منتجاتك علشان تحقق ربح مقبول. والموضوع ده محتاج إنك تنظم خطوات العمل الداخلي وتصمم ديكور الكافيه بحيث إنك تقدر تبيع فعلا آلاف الطلبات بسهولة من غير ما تتعطل أو تتأخر. لازم الطلب ياخد أقل حاجة ممكنة من وقت وجهد العامل علشان ياخد الطلب من العميل ويقدمه وياخد ثمنه ويكرر ده كله تاني. لازم تمنع أي زحمة ممكنة في خط سير كل عامل في الكافيه، ولازم تخطط طريقة الطلب بحيث تحتاج أقل وقت وأقل مجهود ممكن. ما ينفعش تاخد وقت طويل علشان تعمل المنيو بتاع الكافيه مثلا. وكمان لما تيجي تنظف المكان وترتبه ما تنساش قواعد السلامة. الخطوة الثالثة: الكافيهات ما بتبيعش قهوة بس. بيع القهوة بيحقق نسب أرباح عالية، لكن هتدفع المصاريف مقدما وعادة بيكون كل سنة زي الإيجار، وكمان هتشتري كميات كبيرة من لوازم مشروبات القهوة المختلفة علشان توفر. ممكن تلاقي كافيه زحمة جدا لكن لو بصيت في دفاتره المحاسبية هتلاقيه بيغطي مصاريفه بالعافية. وبيع القهوة بس لوحده مش هينفع، ولازم تركز انك تبيع مكملات لشرب القهوة زي المعجنات والمخبوزات وغيرها. الخطوة الرابعة: انك تركز جدا ازاي تقلل الهدر. الجديد في عالم صناعة الأغذية هيركز ان ما يكونش عنده اي هدر زي اكل ما اتباعش. اللي هيدخل المجال ده هيتصدم من كمية الاكل اللي بتترمي كل يوم، والموضوع ده ممكن يخليه يقلل كميات الاكل كل يوم او يسيب الاكل اللي بيتعمل كل يوم فترة طويلة علشان ما يترميش. المشكلة هنا ان صناعة الأغذية بتعتمد على انك تملى الرفوف بمنتجات كتيرة او مختلفة وتكون طازة، فلو الزبون شاف رفوف فاضية او عليها واحدة او اتنين فمش هيقرر يشتري
أما لو اشترى فعلا واكتشف إن الأكل مش طازة أو قديم فمش هيشتري منك تاني وهيطلع يقول للناس إن أكلك مش طازة. الخطأ الخامس، التركيز قوي على الربح والمكسب. زي النقطة اللي فاتت، إنك تركز إنك تحقق أعلى ربح في بداية المشروع ممكن يدمر علاقتك مع الموردين اللي هتطلب منهم أقل سعر ممكن، ويخلي كل تركيز الإدارة على السعر بدل ما تركز على إزاي تبني علاقة تجارية وشراكة مع الموردين وتضمن توريد البضاعة الكويسة في الوقت المناسب. وهتنشغل الإدارة إنها تدور على أرخص سعر بدل ما تركز على إزاي تبني علاقة ثقة وإعجاب مع العميل علشان تحوله من عميل مرة واحدة لعميل مدى الحياة. سوء اختيار العاملين. القهاوي والمطاعم ما بتبيعش مشروبات واكل، غلطان اللي شايف كده. هي بتبيع خدمات علشان تتخلص من القلق وتقضي وقت ممتع وتتواصل مع اصدقائك وتنتمي للمكان وغيرها كتير من المشاعر الايجابيه. وعلشان تحقق ده لازم توفر موظفين يساعدوك تحقق الاهداف ديت، زي انهم يفتكروا اسماء الزباين ويبقوا عارفين طلباتهم اللي متعودين عليها. كل الحاجات الصغيره دي بتبني علاقه كويسه بين زبون الكافيه او المطعم. اما الموظفين اللي ما بيعملوش كل ده فهيلاقوا الزبون نفسه مش مشدود للمكان لانه ما لقاش اللي يساعده يبني علاقه اجتماعيه بينه وبين المكان. وعلشان كده سهل تنسى الاماكن البارده اللي زي دي وما ترجع لهاش تاني. الخطا السابع، انك تعمل حيره بالعروض الكتير. في بدايه مشاريعهم بيكونوا متاثرين بكل اللي قروه درسوه في مقالات التسويق، وعلشان كده بيحاولوا بسرعه يقدموا عروض كتير لزباينهم. في حاله الكافيه او المطعم بيكون الزبون محتاج الاكل والشرب بسرعه وما بيكونش عنده حاله ذهنيه تساعده يعمل مقارنه بين كل عرض وبين اللي هو محتاجه دلوقتي. ده غير انك علشان توفر اختيارات كتيره بيبقى ليها سعر عالي في التكلفه، وده طبعا بيقلل الجوده. علشان تحافظ على هامش الربح، قله الجوده هتسيب عند الزبون ذكرى مش كويسه، وده هيقلل المبيعات وهيخليك تخسر زباين. مكان مش مناسب. من أكبر أسباب نجاح أو فشل مشاريع الكافيهات والمطاعم هو الموقع أو المكان. في كافيهات فشلت لأنها ما كانتش مناسبة لطبيعة المكان اللي حواليها، أو كانت في مكان ما بيعديش عليه ناس كتير أو صعب الوصول ليه، أو بيكون زحمة في يوم أو اتنين بس في الأسبوع. وعلشان الكافيه ينجح لازم يركز على جمهور ثابت عدده كبير وبيجيله طول أيام الأسبوع وبيعدي عليه ناس في الأجازات الأسبوعية. الخطأ التاسع، سياسة تسعير فقيرة. الكافيهات بتعاني من تقلبات أسعار مكونات القهوة، ولو صاحب الكافيه شغال بسياسة تسعيرية فقيرة فهتسيب له هامش ربح قليل، فلما أسعار القهوة تغلى هيخسر على طول، ولو زود سعره مش هيضمن إن الزبائن تشتري منه بالسعر العالي. في الناحية التانية، لما الكافيه يقدم عرض خاص على مشروب الاسبريسو علشان يغري الزباين، والاسبريسو طبعا مشهور إنه منتج ما بيأثرش السعر عليه كتير لو كانت جودته عالية، ساعتها مش هتكون ردة الفعل ملموسة وهيكون تقليل السعر ثمنه سلبي. وعلشان كده انك تحط اسعار المنتجات على اساس التكلفة مش على اساس توقعات السوق بيخسرك ارباح كتيرة. في اخر الفيديو، لو كنت خلصت الفيديو معايا وانت مقتنع اني بتكلم بس عن الكافيهات والمطاعم فانت فاتك بيت القصيدة. لو دققت في الكلام والنصايح هتلاقيها سهلة انك تطبقها على اي مجال شغل تدخل فيه. خلاصة الملاحظات ديت، ركز على العميل، قدم ليه صنف واتنين وعشرة، ركز على التسويق وازاي تبني علاقة كويسة مع الموردين، صمم ديكور محلك كويس وخلي دورات الشراء والبيع قصيرة وسهلة، اختار موظفين عندهم خبرة كويسة، حاول تكسب اللي يكفيك علشان تكون راضي عن شغلك ده، واختار موقع كويس للمحل، وهكذا. وكل دي نصايح ممكن تطبقها في تجارات تانية كتير. لحد هنا نكون انتهينا من الفيديو ده. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة علشان تشوف الفيديوهات الجاية. السلام عليكم.